في إطار انفتاح معهد التكنولوجيا التطبيقية الوحدة بمدينة العيون على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، السعداء في شعبة مساعد اجتماعي تربوي باستقبال جمعية آفاق تأهيل الأشخاص في وضعية إيقاع، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التحسيسي والدورات التكوينية لتشجيع التمثيلية الدامجة وتشجيع تمثيلية النساء، تشجيع التمثيلية السياسية للنساء من خلال البرنامج أو ما يسمى التمثيلية الدامجة وتشجيع التمثيلية الدامجة. هذا البرنامج اللي شاركت بكثافة فيه شعبة مساعد اجتماعي تربوي في المرحلة الأولى، والآن نحن نستقبل بمعهد التكنولوجيا التطبيقية وباسم طلبة متدربي الشعبة ومتدربي المعهد وباسم السيد المدير وكافة الأطر نشكر الجمعية على انفتاحها أيضا وعلى استقبالها وعلى مجيئها لدينا لتحسيس متدرباتنا ومتدربينا من أهمية المشاركة السياسية للنساء والفتيات. بطبيعة الحال هذا يدخل في إطار الأنشطة الموازية التي يقوم بها طلب المتدربين خاصة شعبة مساعد اجتماعي تربوي، وهذا أيضا هو تتويج للعلاقة التي تربط الشعبة وتربط المؤسسة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في ميدان الاهتمام بالشخصيات في وضعية هشة، خاصة منهم الأشخاص في وضعية الإعاقة. اليوم نحن في اللقاء التحسيسي الأول حول المشاركة السياسية للنساء الدامجة في إطار مشروع التمثيلية الدامجة الذي تنفذه جمعية آفاق. بطبيعة الحال هذا اليوم هو يأتي في خلال المرحلة الثانية بعد مجموعة من الدورات التكوينية. خلال هذا اللقاء التحسيسي الذي سيكون حول موضوع المشاركة السياسية للنساء والتمثيلية الدامجة لهن، سنحاول مناقشة عدد من النقط الخاصة بهذا الموضوع. المستفيدات سيكون بالدرجة الأولى متدربات بمعاهد التكوين المهني بمدينة العيون. سيتم طرح مجموعة من الأسئلة والنقاط حول مدى فهمهن لأهمية مشاركة المرأة داخل المجال السياسي وأهمية التمكين السياسي لفائدة المرأة بالمناطق الجنوبية بشكل خاص وبمدينة العيون. اليوم كانت ورشة تمثلات سياسية المتخصصة بالنساء. نشكر جمعية آفاق في هذه الالتفاتة جيد وأحسن التفاتة دارتها لنحن الطفلات اللي باغي ندخلوا السياسة، ونشكروا على مجهوداتهم جبارة. إضافة لإدارة إصدار الوحدة على استضافة جمعية آفاق لهذه الورشة. اليوم كنا في التمثيلية الدامجة التي تنظمها جمعية آفاق وتأهيل الأشخاص الذين في وضعية إعاقة، والتي من خلالها تمكنا من معرفة الكثير من المعلومات القيمة التي تتعلق حول موضوع المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية. نشكر جمعية آفاق التي نظمت هذه الورشة التحسيسية، ونشكر أيضا أساتذة المعهد الذين قاموا بتسهيل هذه العملية، والشكر الجزيل للسيد المدير على هذه الالتفاتة.